السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله مكملين مع بعض بقية زينة رمضان، هنعمل تابلوهات حلوة قوي وان شاء الله على قد ما نقدر هنخليها مش مكلفة. بس لو اول مرة بقى بتشوفيني ما تنسينيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. نبتدي ونقول بسم الله. طب اول حاجة عشان اعمل التابلوهات بتاعتي انا معايا كرتون، 3 قطع من الكرتون، حجمها ده يرجعلك انتي. حابة تعملي واحدة كبيرة واتنين صغننين براحتك، حابة تعملي كلهم مقاس واحد زي ما انا هعمل براحتك، يعني المقاسات دي بتاعتك انتي. انا معايا 3 اجزاء كده من الكرتون، واهم حاجه الكرتون بتاعك يبقى محمل، لو مش محمل حطي 2 فوق بعضيهم. ومعايا قماش اسمر، ده ماشي كويس مع التابلو. طب لو ما عندكيش القماش الاسمر ده او شغلك ممكن الشوك التسوق هتمشي معاكي كويس، او لو حابه تستعملي فوم هيمشي كويس برضه مفيش مشكله. انا هعمل ايه؟ انا كل اللي هعمله ان انا هبدا اغلف التابلوهات بتاعتي او الكرتون بتاعي ده بالشكل ده كده. هجيب كده وهبدا هقصها عليها بالشكل ده، وهقص زياده. انا غلفت كل التابلوهات بتاعتي بالشكل ده. تمام. طيب انا حابه ان انا برضو اداري الجزء اللي ورا ده ما يبقاش بالشكل ده كده، فانا عندي ده الورق بتاع نتيجه التحاليل. تمام، انا هاخدها اقصها، هو لونه بص بيبقى فاتح وحلو، وهبدا الزقها من ورا كده عشان اداري برضو اي حاجه موجوده، مع ان دي بتبقى في الحيطه بس برضو عشان تبقى شغلك نضيف وحلو. وهبدا احطه كده. بسم الله كده، ونبدا نلزقها على التابلو بتاعنا كله كده. لو انت حابه تعلقيها في مسمار، هتجيبي الشريط من هو شريط ستان، وتبداي ان انت تحطيه قبل ما تحطي الورقه دي. تمام. عايزه انا هعمله بدبل فيس فخلاص مش محتاجه ان انا احطه، لو انت هتحطيه تركبيه قبل ما تحطي الورقه البيضه دي. تمام، بحيث ان هو يبقى برضه ماسك فيها كويس اهو بالشكل ده كده. بس تمام كده. انا كده ايه خلصت كل التابلوهات بتاعتي التلاته، بقوا كده جاهزين من ورا ومن قدام، شكله نضيف وحلو وزي الفل. طب انا هعمل ايه؟ انا هبدا اجيب الاشكال دي عندي، شكل فانوس، وهلال صغنن، وهلال كبير، نجمه صغننه ونجمه كبيره، والهلال كبير بالشكل ده، وعندي شكل الفانوس ده. تمام. معايا هلال صغنن بالشكل ده، انا هسيبه لكم اهو، لو حبيتي تعملي سكرين شوت عليها ولا حاجه تستخدميها وتطبعيها مفيش اي مشكله. لو تعرفي ترسميها ارسميها، انا بجيبهم وبعمل بوديهم يعني المكتبه وبيطبعها لي عادي، مفيش اي مشكله فيها خالص. بعد ما بطبعها انا باخدها. تمام. انا عندك ورق فوم ملون هيبقى حلو، او اي حاجه عندك ملونه، انا حابه اللون الذهبي فيها، فانا جبت الورق ده كده، وهبدا اخد الاشكال بتاعتي وارسمها عليها. هاخد مثلا شكل النجمه كده، وهبدا اجيب كده النجمه بتاعتي بالشكل ده، وهبدا ارسمها كده. هو طبعا معاكي الباترون بتاعه خلاص بيبقى بالنسبه لك سهل، بترسميه عليها كده، بتمشي عليها كده. ونبدا ان احنا نقصها بالشكل ده. طبعا انت رسمتها بالظهر هيبقى اسهل ليكي كده كده، ونبدا ان احنا نفرخها كلها.
ايه اشتغل على التابلوهات بتاعتي. انا هجيب النجمه بتاعتي الهلال الكبير بالشكل ده، وهوسطنه في نص التابلو بالشكل ده كده. بسم الله كده كده. وعامله النجوم بتاعتي كده، هبدا اللي انا احطها بالشكل ده اتنين فوق كده. طبعا انت ممكن تعمليها بالشكل اللي يعجبك، انت ممكن تحطيها مثلا حبه مثلا تحطيها بالشكل ده كده كده. ممكن تعمليها حابه تعمليها زي ما انا عاملاها، يعني بصي ده حاجه اختيارك وحسب ذوقك انت. انا حابه اعملها كده فهعمل انزلهم كده من بره بالشكل ده كده. اهم حاجه بس ان انت ايه توسطنيها. ابدا بقى الزق كل النجوم بتاعتي بالشكل ده كده. بسم الله اهو تمام كده. طب هعمل ايه تاني؟ انا عندي ده شريط استرس، تمام، بيتباع عند اي خردواتي عادي، هتلاقيه في كل حته ما فيهاش مشكله خالص، بيتباع بالمتر. انا هبدا اقص منه كده، انا قصيت منه جزء طويل بالشكل ده كده، وهنزل من كل من الهلال على النجمه كده بالشكل ده. هنبدا نحطه كده حته من اللزق، ونبدا ننزل بيها كده. ونبدا نقص الزياده. وهننزل برضو للنجمه التانيه كده. بسم الله نحطه شمع كده. نبدا ننزل بشريط الاسترس بتاعنا. ما عندكيش شريط استرس ممكن عادي على فكره، لو عندك فوم قطعيه جزء طويل كده وحطيه، بس هو الاسترس بيديله يعني لمعه حلوه كده وشكل احلى بالشكل ده كده. بس اهو كده انا ركبتها اهو، وده شكلها هلال والنجوم بتاعتها. طب هعمل بقى الشكل التاني. انا معايا عملت الجامع ده او الفانوس بالشكل ده، واتنين من الهلال، وهنعمل معاها نجمه، بس انا عايزه حجم النجمه تبقى صغيره تمام عشان ما تبقاش كبيره وشكلها وحش بالشكل ده كده. وهنبدا نلزقها برضو، لو انت حابه تغيري يعني حابه تعملي مثلا شكلها باي شكل تاني كده، وتعملي نجمتين صغيرين مثلا بالشكل ده كده، وتحبي انت تحطيها تمام. يعني بصي ده اختيارات بتاعتك انت، بس انا بالنسبه لي انا شايفه الشكل ده مناسب كده. وهنزل بنجمه كده. حابه تحطي نجمه كبيره، بس انا حسيت النجمه الكبيره بصوا مش هتبقى حلوه، هتبقى كبيره قوي عليها، فانا هحط النجمه الصغنونه دي بالشكل ده تمام. وهبدا اجيب برضه مسدس الشمع وهلزق النجوم بتاعتي والهلال بالشكل ده. بسم الله كده نبدا نلزق. طب انا عشان الوقت انا هلزق الحاجه دي كلها بنفس الوضع اللي هي محطوطه عليها كده، الزقها ونيجي نشوف هنركب ايه تاني. الاسترس بتاعنا وهنبدا ننزله، بس احنا هنطلعه بقى ايه فوق كده، ننزله من الهلال. هبدا اقصها وننزلها منها كده بالشكل ده. نشوف مقاسها كده ونبدا نقصها كده، ونبدا نلزق كده. شوف مثلا نحطها كده احسن كده. نبدا بقى ايه نلزقه. بسم الله بالشكل ده. وهكمل بقى ايه هنا برضو كده بنفس الشكل ونبدا نقص.
ده التابلو بقى التالت او الاخير، هنبدا نحطها بالشكل ده. برضو انت حابه تغيري فيها براحتك خالص. هنعملها كده وهنبدا ان احنا نلزق. بسم الله. دي كلمه رمضان، حابه تكتبي رمضان كريم وتشيلي الجزء ده، حاجه بتاعتك انت. كده نبدا نلزقها كده. انا عشان بس الفيديو ما يطولش عليا، انا هكمل لزق، هلزق بقيه النجوم كلها، وهجيب برضو استرسات، هبدا انزل بالنجوم بتاعتي بالشكل ده من هنا ومن هنا. هكمل بقيه التابلو بالشكل ده ونيجي نشوف شكلها النهائي. خلاص كده انا خلصت كمان البرواز الاخرين تابلو بالشكل ده. طب انت لو حابه بقى تغيري، انا عملت 3 تابلوهات باشكال تانية مختلفه. يعني لو حابه تغيري يعني في الشكل ده، بدل ده، يعني بدل ما تعمليه كده ممكن تبقى بالشكل ده. ده منظر مثلا، عايزه تغيريها تبقى كده بالشكل ده. اختاري بقى الشكل اللي يناسبك واعمليه. بصوا ما شاء الله التابلوهات لما اتعلقت منظرها جميل جدا. وان شاء الله برضه هعلق لكم التابلوهات التانية بحيث تشوفوا شكلها. بكده خلاص انا خلصت الفيديو بتاع النهارده. يا رب يعجبكم، ولو عجبكم بقى ما تنسونيش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله. دي تابلوهات مختلفة شوية، بس الاختلاف في وضع النجوم والهلال، يعني اختلاف في وضعها، بحيث ان انت برضه لو حبيتي الشكل ده تعمليه او الشكل التاني يعجبك اكتر تحطيه. بس يعني ده الاختلاف اللي موجود فيه، فاللي يعجبك حطيه.